السلام عليكم واش اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة. عندي ثلاثة شروط. الشرط الأول قراءة آية الكرسي. الشرط الثاني دير الكيت. الشرط الثالث بعد على الضجيج والصداع ديال الدراري الصغار. ونبداو القصة. قصتنا اليوم قصة بغلة القبور. في واحد الدوار صغير قريب من مقبرة قديمة في واحد الجبل نواحي مدينة خريبكا. كانوا الناس عايشين بالهدوء حتى بدات الإشاعات. كانوا كيهضروا على بغلة سوداء كتظهر غير في الليل، كدور بين القبور وعينيها شاعلين بحال الجمر. أي واحد يشوفها، أي واحد كيشوفها يا إما كيطيح مريض يا إما كيختفي نهائيا. سي طاهر هو عساس ديال المقبرة، كان أول واحد شافها. كيقول: سمعت حوافر كتضرب في الحجر، ولكن ما كان حتى شي حصان أو بغل أو حمار في المنطقة. ملي درت الضو شفتها واقفة فوق قبر جديد وراسها هابط وكتحفر بيديها. الغريب، القبر كان ديال شاب مات في ظروف غامضة، والناس قالوا عليه كان كيحفر في القبور باش يسرق. الغريب، القبر كان ديال شاب مات في ظروف غامضة، والناس قالوا عليه كان كيحفر في القبور باش يسرق. من بعد أسبوع تلقاو نفس القبر محلول، ولكن الجثة ما كانش فيه. الناس خافوا، ولكن الفقيه ديال الدوار قال: هاد الشيء ماشي بغلة عادية، هذه روح معذبة متلبسة في شكل حيوان. ديك الليلة واحد الشاب سميتو حمزة قرر يتحدى الخوف ديالو، وتحدى صحابو. مشى مع صحابو المقبرة باش يصوروها. في منتصف الليل بان ضباب، بردات الأرض وسمعوا نهيق، ولكن ما كانش عادي. كان صوت طويل متقطع فيه ألم وغضب. ومن بين القبور خرجت البغلة، ولكن هاد المرة ما كانتش رجليها طبيعية، كانوا معوجين بحال شي حاجة متكسرة ومرجعة بحال بلا رحمة. واحد من صحاب حمزة جرى وطاح. من اللي رجعوا ليه لقاوه كيشوف في السما وعينيه بيضين بالكامل. كبر الدوار، كبر الخوف في الدوار. وجا واحد الراجل كبير في العمر قال لهم السر ما كان حد عارفه. من 40 عام كانت واحد المرأة في الدوار كتسمى بعزيزة، كانوا كيعايروها الناس بالسحارة. نهار شدوها ضربوها وربطوها في بغلة وجروها حتى للمقبرة، وماتت وسط الإهانة. قبل ما تموت قالت كلمة: غادي نرجع وكل القبر ظالم غادي يتحل. من داك النهار أي واحد عنده علاقة بالظلم ديالها قبره كيتفتح، والبغلة هي الجسد اللي تعذبت فيه، والروح رجعات كتسكنه. واحد الشاب سميتو ياسين، حفيد واحد من الرجال اللي كانوا حاضرين في ذاك النهار، قرر يمشي المقبرة بوحدو، بغى ينهي اللعنة. في النص ديال الليل جلس قدام قبر عزيزة طلب السماح. الأرض بدات كتهز والريح ولات كتصرخ. من وراه سمع نفس ديال شي حيوان. ضرب شوية كانت البغلة قريبة ليه، ولكن هاد المرة ما كانش غير بغلة، راسها بدا كيتحول. الجد تشقق، من تحت بان وجه امرأة، عينيها حمراء وفمها مفتوح بصرخة صامتة. قالت بصوت مزدوج: دم ما تسالاش. الناس سمعوا صرخة ياسين، ولكن ما قدر حتى واحد يقرب للمقبرة. الصباح مشاو كيقلبوا عليه ما لقاوهش، ولكن كان تما قبر جديد، قبر محفور طري وعليه حجر ابيض بلا اسم، غير حاجه وحده مكتوبه بطرف الحجر: رجعت. ديك الليل شي واحد من الدوار خرج يشوف الغنم ديالو، شاف البغله واقفه في مدخل المقبره، ولكن ما كانتش بوحدها، كان وراها قبور كتحل بوحدها، حوافر كتقطر طين مخلوط بشي حاجه غامقه. ملي دارت ليه شاف عيونها وجوه الناس ديال الدوار كاملين، اللي مات واللي باقي حي. وفجأة سمع صوت كيهمس من كل جهة: كل ظالم غادي يركب. ومن داك النهار اي واحد في داك الدوار كيحلم يركب بانه راكب فوق بغلة سوداء كيجري بين القبور وما قدرش يهبط، واللي كيحلم بيها من بعد 7 ايام كيختفي او كيموت. وحتى اليومنا هذا في ليالي البرد الا مشيتي للمقبره لداك الجبل غادي تسمع حوافر كيقربوا كيقربوا كيقربوا، ويمكن تكون نوبتك.
من بعد اختفاء ياسين بداو الناس الدوار كاملين كيحلموا بنفس الحلم. ليل ضباب وهما راكبين فوق بغلة سوداء كتجري وسط المقبرة، ما كيقدروش يهبطوا. الحوافر كتضرب فوق القبور، وكل ما داز فوق قبر كيخرج صوت صراخ من تحت الارض. الغريب كل واحد كيحلم براسو بوحدو، ولكن الصباح ملي كيتلاقاو كيكتشفوا انهم شافوا نفس القبور ونفس الشجره اليابسه اللي وسط المقبره. شي حاجه ولات كتربطهم كاملين. الطفل اللي شاف كل شيء ولد صغير سميتو امين كان الوحيد اللي ما حلمش. قال لامو البغله ما غاديش تاخذني حيت انا ما ظلمت حتى حد. واحد الليل خرج يشوف من الشرج، شاف البغله واقفه قدام دارهم ولكن ما كانتش كتشوف فيه، كانت كتشوف في الارض وكانت كتسنى شي حاجه. فجاه بان شبح امراه حداها. المراه دارت يديها فوق راس البغله والبغله طاحت على ركابها. امين سمع همسه وحده لا اعترف ينجو. واحد من كبار الدوار الحاج مبروك ما قدرش يتحمل الضغط، جمع الناس وقال الحقيقة. هو اللي كان سبب تعذيب عزيزة، هو اللي قال لهم بلا عزيزة كانت ساحرة، هو اللي جرها مربوطة في بغلة حتى ماتت. وبكى قدام قبارة وطلب السماح. الريح سكتات فجأة، السما تصفات ولكن الأرض تحت رجليه بدات كتشقق. ومن داخل القبر خرج صوت سماح ما كيمحيش الألم. وفجأة سمعوا حوافر كتجري بسرعة خيالية. هاد المرة البغلة ما بقاتش كتختار، دخلت وسط الدوار، البيبان كتحل بوحدها، الضو كيطفى ويشعل، والناس خرجوا مفزوعين من ديورهم. شافوا الحاج مبروك واقف في وسط الزنقة والبغلة مقابلة ليه، عينيها ما بقاوش فيهم غير الجمر، كانوا فيهم قبور كتحفر. دارت عليه دورة بطيئة ومن بعد وقفات قدامه. صوت الماء خرج من فم البغلة دابا تركب. الحاج بدا كيصرخ ورجليه تجمدوا وجسمه طلع بوحده فوق دارها. ولكن من يركب الزنقة ولات مقبرة. الناس شافوا القبور كتطلع من الأرض وسط الدوار، والبغلة كتجري وهو كيغوت. صوت الحوافر كيخبط في قلوبهم. وفجأة اختفات. الصباح ما بقى حتى اثر للحاج مبروك، غير حاجه وحده اللي تبدلات، المقبره ولات اكبر، زاد فيها قبر جديد وعليه هاد الجمله محفوره بعمق: اللي كيظلم ما كيموتش كيبقى يركب. ومن داك النهار ما بقى حتى واحد كيحلم بالبغله. ولكن في ليالي الشتاء الا وقفتي قريب للمقبره وغمضتي عينيك شويه يمكن تحس بشي نفس حار وراك، ويمكن تسمع همسه خفيفه في ودنك باقي ما ساليناش. من بعد اختفاء الحاج مبروك الناس ظنوا ان اللعنه سالات. 3 ليالي دازوا بلا احلام بلا حوافر بلا نهيق. ولكن في الليله الرابعه تبدل كل شيء. واحد الراجل من الدوار مشى للفجر يدير وضوء، وقف فجأة. الطريق اللي كانت كدير الجامع ولو فيها شواهد قبور. دور عينيه يمين ويسار، كل دار ولات قدامها شاهدة حجرية صغيرة. قرا واحد منهم الاسم ديالو، جرى لدارهم فزوع، لقى راسو مراتو كتنعس، ولكن في جنابه فوق الحيط كان معلق اطار ابيض، اطار بحال ديال النعي وفيه تصويرته وتحتها تاريخ اليوم. من بعيد سمعوا صوت حوافر، وهاد المرة ماشي من المقبرة ولكن من وسط الدوار. خرج يشوف الدوار كامل كان خاوي، البيبان محلولين، الريح كدوز وسط الزناقي، ووسط الساحة كانت البغلة. ولكن ما كانتش سوداء هاد المرة، جلدها كان مغطي بالتراب المقابر، وشعرها متشابك فيه شواهد صغار، وعينيها فيهم انعكاس الدوار كامل مدفون. من فم خرج صوت المرأة، صوت المرأة واضح هاد المرة. ما بقاتش المقبرة هي المكان، الدوار كامل ولا قبر. الأرض بدات كتغرق بشوية بحال الا التراب كيطلع من تحتهم. الراجل حس برجليه كيغرقوا في الأرض، بدا كيغوت. وفي آخر لحظة شاف الناس كاملين واقفين حداه ولكن ماشي أحياء، واقفين بدون حركة، وجوههم شاحبة وعينيهم بيضة. فجأة هو ركب فوق ظهر البغلة بلا ما يحس. ما كانش كيصرخ دابا، كان ساكت، عينيه ولات سودة. من البغلة دارت دورة بطيئة ومن بعد جرات، ولكن ما خرجتش من الدوار، غاصت وسط الأرض. الصباح جاو ناس من دوار آخر يقلبوا عليهم، ما لقاو حتى شي دار، غير أرض مستوية، وفي وسطها مقبرة كبيرة ما كانتش مسجلة حتى في خرائط المنطقة، وشاهدة وحدة كبيرة مكتوب فيها هنا كان دوار حتى ركبوا كاملين. كنتمنى القصة تنال إعجابكم، دعموني بسبسكرايب لايك كومنتير وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي جديد. تهلاو، تحياتي.